رامي بقى جالس بوحدو في الصالون، الضو شاعل غير قليل، وجهه باين فيه الندم والغضب بجوج بيهم. كان كيشوف باب الدار وكيتسنى يمكن ليلى ترجع، ولكن الوقت كيدوز والدار بقات خاوية. شد التليفون وبقى متردد واش يتصل بها أو لا، ولكن الكبرياء ديالو منعو من الاتصال. وداك اللحظة حس بفراغ كبير وبقى كيتساءل مع راسو، واش درت الصح ولا غير تعصبت وبالغت. ولكن العناد ديالو ما خلاهش يعترف بأنه راه غير زرب في اتخاذ القرار ديالو وصافي. ليلى وصلت عند اختها سارة وجهها شاحب وولدها ناعس في الحضن ديالها من كثرة البكا. قالت ليها سارة: ليلى، شنو وقع؟ مال وجهك هكا؟ لسان ليلى ترعد وهو كيهضر، تشك فيا، هجم عليا بالكلام، ما خلانيش نشرح ليه انه الرقم كان ديال الطبيب ديال ماما، وان خفت عليه. قلت مع راسي ما نقولش ليه باش ما نزيدوش الهم، بركة عليه الضغط ديال الخدمة اللي هو فيه. سارة عنقتها وقالت ليها: هادي ما بقاتش غير غيرة، هذا ولا شك كيخنق. الا ما فهمش قبل ما يحكم غادي يخسر كل شيء. ادم فاق وبدا كيسول: ماما، علاش مشينا من الدار؟ ليلى ما عرفتش باش تجاوبو، غير حضناتو بقوه. رامي بقى بوحدو في الدار بحال شي مسطي، ما قدرش ينعس. المهم في الصباح فطر بلا نفس ومشى للخدمة، ولكن دماغو مشتت. في وسط النهار جا عندو صديق ديالو في الخدمة اسمو وليد. قال ليه: راك باين عليك ماشي هاني ودماغك مرفوع، اشني كاين؟ وقال رامي بالعصبية اللي بقات فيه من البارح: ليلى كتخبى عليا شي حاجة، رقم مجهول كيعيط عليها. وليد ضحك ضحكة خفيفة وقال ليه: وحتى إلا كان رقم مجهول، واش سولتيها؟ واش عطيتيها فرصة تدافع على راسها؟ قال له رامي: ما بغيتش نسمع الكذوب. وهو يرد عليه وليد بصرامة: رامي، الشك راه كيعمي وكيخسر ليك الدار بلا ما تحس. داك الكلام دخل قلبه، ولكن الكبرياء ديالو بقى لعب عليه. بالليل رامي شد التليفون وبدا كيقلب في المكالمات حتى لقى داك الرقم وشاف التوقيت فوقاش عيط على الرقم المجهول، ولقاه كيعيط ديما في النهار وفي الساعات قليلة قبل ما تمشي ليلى تزور الأم ديالها في الطبيب. شد في قلبه وحاول يستوعب اشني واقع، واتصل بالرقم. لقاه صوت راجل كبير جا من الطرف الآخر. قال ليه: السلام عليكم، عافاك، شكون معايا؟ رامي قال متردد: انا رامي، هذا الرقم كان كيتصل بمراتي ديما، واش ممكن نعرف شكون معايا؟ الراجل جاوبه بكل بساطة: انا الدكتور اللي كيعالج الام ديال الزوجة ديالك، كنت كنتصل غير باش نخبرها بالحالة ديال الام ديالها المريضة فين وصلات. الصمت نزل على رامي كالصاعقة، والراجل كمل الهضرة ديالو: بنتي ليلى مسكينة كانت كتحاول ما تقلقكش، الام ديالها حالتها ماشي مزيانة. رامي بحال اللي تقطعت فيه النفس، حس دماغو كيدور، سد الخط وجلس في بلاصتو حابس راسو بين يديه وكيقول: انا ظلمت ليلى. رامي خرج من الدار بالليل في اتجاه الدار ديال سارة اخت ليلى، وقف حدا الباب، ولكن الخوف شدو وبداو كيدورو ليه بزاف ديال التساؤلات في دماغه. واش غادي تسامحني؟ واش غادي ترجع؟ دق الباب وخرجت عنده سارة، كان طالع ليها الدم، وقالت ليه: رامي، ليلى نعسات
واسمح لي ما غاديش نفيقها. وقال لها رامي وعينيه حمر: بغيت غير نهضر معاها نصحح غلط كبير درته. قالت ليه سارة: غدا دوز عندها، خليها ترتاح دابا، راه نعسات بقوة العيا. رامي بقى واقف قدام الباب واحد دقيقة، من بعد مشى وهو حاس براسو صغر من اي وقت. النهار الثاني ليلى فاقت مريضة من كترة البكا. سارة قالت ليها: رامي جا البارح باين عليه ندمان. ليلى هزات ولدها آدم وقالت: ما نقدرش نرجع غير بكلمة، خاصو يفهم أن الشك يقدر يقتل علاقة. بداو كيديروا الفطور، وفي نفس الوقت رامي وصل الحومة ديال الأخت ديال ليلى مرة أخرى، ومعاه واحد القرار: يا إما يعترف بكل شي ويطلب السماح بجدية، يا إما يخلي ليلى تختار الطريق اللي مريحاها. وقف رامي قدام الباب، تنفس بعمق ودق الباب. هنا كتسالي أحداث الجزء الثاني من القصة. تسناونا كيف ما العادة في الجزء الثالث نهار الحد مع 9 ديال الليل إن شاء الله. إلا عجبتكم القصة قولوها لي في التعليقات، لايك واشتركوا في القناة باش يوصلكم أي جديد. وما تنساوش أنه هدفنا هو نوصلوا ل100K، ودعمكم هو اللي غادي يوصلنا إن شاء الله بإذن الله. يلا بسلام عليكم وفي رعاية الله وحفظه.